السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة وأحوال طيبة. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أميمة اف اش. هذا الفيديو هذا هو عبارة عن حلوة مغربية بامتياز، وهي غريبة ولا الغريبة البهلة بمكونات جد بساط سهلة في الطريقة ديالها وبسرعة كنوجدوها. ما كذلك غادي نقتص معكم جميع الأسرار باش تجيكم الغريبة كاملها مشقوقة، واللون ديالها يكون موحد، يعني اللون محمر من برا وكذلك محمر من الداخل، ما تجيناش بيضة من الداخل طيبة غير من برا، لا كتكون طيبة واللون ديالها موحد بحال برا بحال الداخل. كنتمنى ان هذا الفيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه بين العائله والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده، وكذلك باش تشجعوني وتحفزوني انني نعطي دائما المزيد والمزيد. ما تنساوش نزلوا دابا نيت ديروا لي واحد اللايك مع واحد الكومونتير زوين بحالكم. اذا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذه القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك اي سبسكرايب وتفعيل الجرس باش توصلكم دائما جديد القناه والفيديوهات. وطبعا اكيد الى عجبكم محتوى هذه الفيديوهات ما نزيدش نطول عليكم اكثر من هكا، نخليكم مع طريقه التحضير والمقادير. اذا هنايا اول حاجه غنبداو بها هي الدقيق. هنايا هذا الدقيق هذا نوعيه مزيانه ديال الحلويات، عندي فيه 450 غرام. غربلته المره الاولى، هنايا كنغربلو المره الثانيه. هنايا عندي 50 غرام اللي بقات باش تكمل نص كيلو ديال الدقيق. شديتها حمرتها بحال اللي كنحمروا الدقيق ديال السفوف، غير في هكا في كوكوط، بديتها وجبتها حتى ولات اللون ديالها محمره. غادي نضيف عليها هنايا عندي كاس ديال الجنجلان حتى هو محمر، عندي كاس صاين ونص كاس هنايا ديال الجنجلان محمر ومطحون، عندي معلقه صغيره ديال القرفه، رشيشه ديال الملح، وهنايا غادي ندير باكيه ونص ديال الخميره ديال الحلوه، حتى هي كندوزوها هنايا في الغربال حيت كتكونوا فيها هذوك الحبيبات، هكا كتسهل علينا اننا نخلطوها وتندمج مع الخليط. كنخلطوا هاد المكونات هادو كاملين مجموعين. هنايا نورمالمون راه كنزيد عليهم حتى السكر، كاس ديال السكر، غير هو انا صهيت نسيتو، دونك حتى لواحد الوقيته في الفيديو عاد غادي نتفكر انني راني ما درتش السكر في الغريبه وغادي نضيفو. وقلت مع ذلك كنبارطاجي هذا الفيديو هذا بالنسبه للناس اللي هكا كيسهاو ولا كينساو وكيقول لك اش غندير، فخليت لكم الطريقه كامله شنو درت منين نسيت السكر. دونك هنايا كانت عندي 125 غرام ديال الزبده لينه تكون بحراره الغرفه باش دغيا هكا كتندمج. الا كانت بارده فما كتعطيناش الطوع، كتخلينا اننا نبدلو طاقه اكثر باش تدخل لينا مع العجينه. دونك انا غادي نبقى نضيف الزيت بشويه بشويه وانا كنمعك في هذه العجينه حتى كلها كترمل وكلها كتولي يعني فيها الماده الدهنيه الزبده والزيت او ميم طون. كنبقى نضيف بشويه بشويه باش هكا ما يغلبنيش وتجيني العجينه ديالي فايته في القياس ديال الزيت، حيت اذا يعني عطيناها قياس اكثر ديال الزيت غادي تجينا مطلوقه بزاف وما غاديش تجي مشقه، وإلا خليناها يعني ناشفه غادي تجينا قاصحه في التكوار وغتشقق لينا، تقدر تتهرس في الفران. دونك هنايا نتوما عاد كتشوفوا عاد كنزيد هذاك السكر، فضفت معاه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وواحد شويه ديال الزيت، معكت هذاك السكر مع هذوك المكونات وعاد غندخلو في العجينه كامله. دونك حتى نتوما الا طرا لكم شي نهار بحال هكا ونسيتو السكر، هاد الطريقه شنو ديروا في الاخر كاع ما بان ان السكر بقى مقرمش ولا شي حاجه. ملي طارت الغريبه بان عادي، ما كانش لا ديفيرونس بحال زدناه في الاول بحال زدناه في الاخير. هنايا عندي الحكاكه غادي نبقى ندوز فيها هكا العجينه. نقدروا نديروا هذه الطريقه، نقدروا نجمعوا العجينه كامله وسط بلاستيك نسدوا عليها، كتخليها انها تعجن ولا تطلق وتطلق المواد الدهنيه ديالها بوحديتها. سينو كنتم مزروبين بها دوزوها بحال هكا في الحكاكه، كتخليها تعلق وتطلق هذوك المواد الدهنيه ديالها كاملين، الجنجلان يطلق الزيت ديالو حتى هو، وجميع المكونات بهذه الطريقه كيندمجوا مع بعضياتهم. دونك هكا كندوزوها، تقدروا تجمعوها في طريف في الجنب هكا، دوزوها المره الاولى المره الثانيه وهكا كيكون كافي. كما كتشوفوا ان العجينه كتزيد هكا كترمل وكتعطينا الطوع ديك الساعات من بعد فاش كنبغيو يعني نشكلوها.
هنايا غادي ندوز نشكلها كما كتشوفوا. غادي نطيبها في اللاطه الخاصه بالغريبه. الا ما توفراتش لكم هاد اللاطه طيبوها في اللاطه العاديه ديال الفران. دونك كندير هكا كويرات وكنبسطهم بالراحه ديال اليد ديالي، يعني وسط يديا كنضغط شويه على الكره، ما كنخليهاش هكا مكوره يعني مكوره باينه، وكنحطها فوق البلاصه المتخصصه ديال الغريبه. دونك ملي غنعمر اللاطه ديالي ديك الساعات غادي نشعل الفران. في هذا الفران في هذا الاثناء راهو طافي، غادي نشعل ديك الساعات من الفوق ومن التحت. نورمالمون كنعرفوا ان الغريبه حتى كتطيب من الفوق عاد كنشعلوا عليها من التحت. هاد المره هذه طيبتها بعافيه شاعله من الفوق ومن التحت، وكانت النتيجه صراحه غزاله. تشقات كامله واللون ديالها كان موحد من الداخل وحتى من برا. دونك نتوما من تكملوا اللاطه ديالكم بحال هكا غادي تشعلوا الفران من الفوق وتشعلوا عليها عاوتاني من التحت، والعافيه تكون مهيله قليله بزاف باش كتاخذ هذاك اللون المحمر بشويه وكتشقق بخاطرها، يعني ما كتكونش مزروبه ولا كتلهب ليكم. ودونك هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه من بعد ما طابت وتحمرات. كتجي في المذاق ديالها رائعه بداك المذاق ديال الججلان المطحون، تجي فيها فريمون غزال، ومذاق ديال الدقيق حتى هو محمر كيزيدها واحد البنه. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وانكم تجربوا هذه الوصفه وتقولوا لي الراي ديالكم فيها.